قولوا له مخفر قام يصعد. تعال اعلمك اليوم شلون تزرع الرشاد بداخل بيتك بخطوتين اسهل من عندها ماكو. زراعه الرشاد كلش سهله. تابع الفيديو وخلي لايك ومتابعه كان ياكل سجاد بلانت. شو تسوي؟ تجيب بتموز او زميج وتخليه بسندانه مستطيله. اذا عندك حديقه بعد احسن، جيب وطشه هن يطلعن. اول شيء هاي على السنادين تمام. تجيب السندان تخليه بتموز او زميج بكل شيء تنجح. حتى بالربل يمكن تنجح ما ادري الله اعلم مجرباني. تجيب شنو نسوي؟ نجيب السندانه ونخلي بيها بتموز او زميج. هي بكل انواع التربه راح تنجح عندك ان شاء الله. دا احكي اهل السنادين عندك قاع يطشوا هن يطلعن ماخذين لها حدايق عمي. تجيب سندانه وتخلي بيها بتموز او زميج، وتجيب ابريق مال سقي او صوندش عندك خلي يصير. بس من تزرع البذور لا تجيب ابريق، تجيب فشي رشاش حتى شنو ما تدمر البذور. تسقي سندانه سقيه مرتبه هاي تكون شنو كلها تتبلل. اوكي بعد ما سقيناها شو تسوي قلبي؟ تعدل التربه تكون السندانه مفتوحه من جوا، وتجيب البذور تريد تزرعهن. ها قلبي خلي بيدك شويه وطشهن تمام. طشهن صور لي هنا قلبي، صور لي هنا على السندانه. هاي البتموس بعد ما فرشنا البذور فرشه مرتبه شو نسوي هسه قلبي؟ نجيب بتموس ونخلي فوق البذور طبقه خفيفه كلش، لا تغمشها هوايه تمام. مو تسوي حفر وتخلي لا، طشهن على راحتين يطلعان. خلي طبقه خفيفه من البتموس فوقها وكلهن راح يطلعن عندك ان شاء الله. يعني انا الريحان زرعته 4 ايام وطلع عندي. زراعتهم كلش سهله تمام. هاي بعد شو اسوي؟ انا رشاش ما عندي، بالرشاش ترشهن مي طبقه خفيفه وان شاء الله 4 ايام 5 ايام اسبوع بالزايد حيطلع ينبع عن عندكم ويطلعن. وان شاء الله استفادتوا من الفيديو. لا تنسون اللايك واهم شيء المتابعه على الصفحه. كان ياكم سجاد بلانت.